بعد الأسطورة رونالدو ونيمار وماني، دي بروينا آخر الأساطير المقتربين من الدوري السعودي. إلى أين ينتقل في دوري روشن؟ ومتى يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي؟ تحول الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة إلى نسخة مصغرة من الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما نجح في التعاقد مع عدد كبير من أساطير الكرة العالمية مؤخراً. الرحلة بدأت بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انضم إلى النصر السعودي ليصحبه السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول وبايرن ميونخ الألماني، وكذلك إمريك لابورت نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. ما بدأه النصر السعودي استكمله نادي الهلال، والذي ضم عددا أكبر من نجوم الصف الأول في أوروبا، على رأسهم نيمار دا سيلفا من سان جيرمان، وكذلك متروفيتش نجم فولهام، وكوليبالي من تشيلسي، وغيرهم من النجوم. بعد محرز وهندرسون وغيرهم، لم تتوقف الأندية السعودية عن الرغبة في التعاقد مع أكبر النجوم في القارة الأوروبية، وعلى رأسهم كيفن دي بروينا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. العديد من العروض قدمت بالفعل لضم النجم البلجيكي كيفن دي بروينا، وذلك خلال الفترة الماضية، لكن الجميع كان في انتظار الرد الحاسم من صانع ألعاب مانشستر سيتي وأحد أهم نجومه على مدار السنوات الماضية. دي بروينا أبدى موافقته على الرحيل نحو الدوري السعودي، بعدما أكد أن في مثل عمره كل الخيارات متاحة، ولن يغلق الباب أمام الرحيل نحو دوري روشن عن البريمير ليج. عقد دي بروينا مستمر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم المقبل، أي أنه ينتهي في صيف 2025، وهو ما يجعل سوق الانتقالات الحالي الأنسب للرحيل حتى يستفيد مانشستر سيتي مادياً من هذه الصفقة. دي بروينا أكد أنه لا يمانع الرحيل نحو الدوري السعودي في الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه يعلم بالفعل أنه هدفاً للعديد من أندية دوري روشن في الصيف الحالي. الهلال هو أكثر الأندية قرباً من ضم كيفن دي بروينا في الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه أكثر الأندية اهتماماً بهذه الخطوة بالفعل، رغم أنه قدم موسماً تاريخياً بالنجوم المتواجدين في الوقت الحالي. الهلال سيكون الأوفر حظاً، خصوصاً كونه ممثل المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تتويجه بكأس الأمم الآسيوية 2021، وهو ما سيجعله الأفضل بالنسبة لكيفن دي بروينا. رغم موافقة دي بروين نفسه، إلا أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في الإبقاء على النجم البلجيكي في الموسم الحالي، وأن يكون الحديث عن رحيله بعد نهاية عقده في الصيف المقبل. حال رحل دي بروينا عن صفوف مانشستر سيتي، فإن الفريق الإنجليزي يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه استرليني للموافقة على بيعه، ليكون أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية.